النهارده عندنا افكتين مميزين جدا. الافكتين دول ممكن تعمل بهم اعمال للموشن جرافيك، وكمان ممكن تعمل بهم انتقالات، وكمان ممكن نستخدمهم في المونتاج، وعشان لو عايز تعمل انتقال مثلا من مشهد للتاني. يلا انت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة نو ميديا مع محمد العاصي. أنا بنزل كل يوم 3 فيديو جديد بتكلم فيه عن التأثيرات في الأفتر إفكت، وبحاول على قد ما أقدر أتكلم عن الإفكتات المهمة اللي مفيش حد بيشرحهم، والشرح بيكون بطريقة مختلفة ومبسطة جدا. هتلاقي هنا بلاي ليست فيها إفكتات كتير مفيدة. لو استفدت منهم ما تنساش تعمل كومنت ولايك وشير وسبسكرايب، عشان ده بيشجعني وكمان عشان تشوف كل جديد. شكرا جدا ليكم. يلا نبدأ فيديو جديد. علشان انت شخص غالي عليا جدا، حبيت اكون اول حد يقولك يا فرحة أمك بيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا صديقي في فيديو جديد مع محمد العاصي. النهاردة عندنا إفكتين مميزين جدا. الإفكتين دول ممكن تعمل بهم أعمال للموشن جرافيك، وكمان ممكن تعمل بهم انتقالات، وكمان ممكن نستخدمهم في المونتاج، وعشان لو عايز تعمل انتقال مثلا من مشهد للتاني. فخلينا نشوف اسم الإفكت في الإفكت أند بريسيتس. هنكتب تمام اسم الإفكت، وبعدين هنبدأ. هيظهر لنا تحت خالص. تمام، أيا هو ده. تمام. هنبدأ نحط على اللير بتاعتنا، نحدد اللير بتاعتنا وبعدين ننزل على الافكت. تمام. وبعدين بقى نبدأ نحط كي فريم عشان نشوف الافكت ده بيتحرك ازاي يا صديقي. هنبدأ نحط الكي فريم الأولاني وبعدين نعمل يو عشان يظهر الكي فريم تحت، وبعدين نبدأ نحط الكي فريم التاني ونبدأ بقى نخلي القيمة. لا، مش هنخليها هنا، نخليها في الأول أحسن عشان تبقى جاية من الأول للآخر. هنخلي دي 100. تمام، وبعدين نخلي الأخرانية زي ما هي 0. تمام، زي ما انت شايف يا صديقي، حركة جميلة جدا. وممكن تستخدم ده كمان في انك تعمل بها نسب مئوية. لو انت عايز تعمل مثلا نسبة 90%، 100%، كلام من ده، فبيبقى شكله جميل جدا في الشغل يعني. وكمان احنا ممكن نعمله دبل كيت اقعد صلح لي في الانجليزي كأني عايش مع دنيا سمير غانم. عشان لو احنا عايزين مثلا يبقى فيه كذا نسبة في الموضوع. فهنبدأ ان احنا نعمل دبل وناخد اللير التانية ونبدأ نغير لونها ونغير مكان الكي فريم بتاعتها عشان تظهر من الكي فريم التاني، من اللير اللي قبليها. فخلينا نغير لون، غيرنا لونها، خلينا ننزل تحت شوية عشان تبقى الأبيض فوق. وبعدين هنبدأ نغير مكانها كده عشان تظهر أكتر معانا، ونخلي الفيزر 0. تمام، عشان يبقى شكله أفضل. خليها في 0 برضو في دي. تمام، زي ما انت شايف يا صديقي، الإفكت مميز جدا وانت ممكن تعمل بيها كمان انتقالات وبأشكال احترافية جدا يعني. هو بيستخدم أصلا في معظم الأعمال، يعني ممكن تعمل بيه حاجات كتير. تمام. ممكن كمان إن احنا نجرب الأوبشن دي ممكن تخلي مثلا بداية حركة اللاير من اتجاهين مش من اتجاه واحد، ودي حاجة مميزة فعلا برضو يعني. ممكن تستخدم في حاجات كتيرة برضو. آه، بس كده يا صديقي، ممكن بقى نجرب مثلا ايه الاوبشن ده بيخلي لك بداية اللاير نفسها من مكان تاني، الزاوية بتاعتها من مكان تاني. تمام. ده برضو ممكن يفيدك ان انت مثلا لو عايز تعمل نسبة ده يبدأ، ممكن تخليه يبدأ من هناك. تمام. عندك ده برضو بيخير لك مكان المكان اللي هو السنتر بتاع اللاير نفسها اللي هي بتلف حواليه. تمام. فانت عندك هنا مثلا هو بيلف حوالين النقطة اللي هناك دي. تمام. ممكن تغير القيمة زي ما انت عايز، فوق تحت يمين شمال، زي ما تحب. هتلاقي الدنيا ظابطة معاك ان شاء الله، وهتلاقي الشكل طالع زي ما انت عايز. هو بيديك التحكم في انك تتحكم في كل حاجة انت محتاجها كمان يعني، فاهمني. الافكت مميز جدا. المهم خلينا نشوف في ايه تاني في السيتنج بتاعت الافكت. تمام. ممكن بقى نشوف مثلا الافكت التاني افضل، لان ده كده تمام، ما عادش فيه اي حاجه. تمام. التاني اسمه لينير وايب. تمام. هنبدا ننزله على احنا مش هنعمل لير جديد، هننزله على اللير اللي هي الباك جراوند بتاعتنا. تمام. على طول. هنبدا بقى نعمل له كي فريم ونعمل يو عشان يظهر تحت. ونبدأ نحط كي فريم تانية ونغير في القيم عشان نشوف بيتحرك ازاي. ده يا سيدي بقى بتعمل بيه انتقالات، بتعمل بيه حاجات برضو نفس الحوار بتاع التاني، بس ده مختلف شوية يعني. التاني كان بيبقى في الدواير أفضل شوية، لكن ده زي ما انت شايف كده في
المستطيل او المربع او الاشكال زي ما انت شايف كده بيبقى افضل يعني. ممكن نغير اللون برضو ونغير الكي فريم عشان يظهر معانا، يبقى فيه ايه تنوع في الموضوع كده، شكلها بيبقى افضل يعني اكيد. تمام، خلينا نزود كمان لير ونغير لونها برضو، نرجعها نغير الكي فريم بتاعها كده. تمام. نبدأ نخليها مثلا لونها برتقاني. تمام، نبدأ نغير مكانها. واو، شكلها جامد جدا بجد. يعني دي لو انتقالة انت فيها، لو ظبطتها شوية بس عايز محتاجة شوية تظبيط، شوية شغل كمان شوية معاك، كمان هتعمل لها ايزي هتبقى جميلة جدا على فكرة. تمام، فده الافكت التاني معانا. تمام، تعالى بقى نشوف ايه اللي ممكن نتحكم فيه كمان في الافكت ده. احنا ممكن نتحكم في الزاوية بتاعته برضه زي التاني، ممكن نخليه يبقى جاي بشكل مستطيل، ممكن نخليه جاي بشكل مثلا معلش بقى يا شباب انا بسجل بالليل وبتاع السحور معدي وبتاع، فمش راضي يبطل قاعد يطبل، احنا اصلا صاحيين، كل الناس صاحية وهو بيطبل برضه مع ذلك يعني. برضه المشكلة ان هو بيطبل بدري يعني، مش بيطبل حتى في وقت السحور، لا هو بيجي مثلا الساعة 1 كده وتلاقيه شغال بقى. يلا ايا كان فاستحملوا بس الصوت ده معلش معايا. انا هحاول برضو ان انا اقلل الصوت بتاعه جدا في المونتاج يعني. تمام. آه بس كده يا باشا، فانت زي ما انت شايف هو الافكت برضو نفس الحاجة نفس الافكت اللي قبله، هو مديك تحكمات في كل حاجة تقريبا، حتى ده فيه فيزر كمان اهو. تمام، فهو مديك تحكمات في كل حاجة تقريبا يعني، فبصراحة افكت مميز هو اللي قبله، وبرضه بينفعونا في حاجات كتيرة. وأتمنى يا صديقي إن أنت تكون استفدت من الفيديو، وبجد أنا عايزك تتفاعل مع الفيديو، تعمل سبسكرايب لو أنت مش موجود عندي على القناة، عشان أنا بتعب في الفيديوهات دي جدا. وشكرا جدا ليك يا صديقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا جاي اقول لكم اشوف وشكم بخير واحسكم عينكم، اشوف حد فيكم في اي حته، نفسي اقابل حد فيكم ولو صدفه.